رب أسعد قلبي. اللهم إني مؤمن أنه إذا اجتمعت الدنيا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبته لي، ولو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبته لي. ربي إن في قلبي حاجات كثيرة لا أستطيع البوح بها لأحد سواك، أنت تعلم سري وما يضمره قلبي. ربي بكلمة كن منك تسعد حياتي. ربي قل لأمنياتي كوني، ربي قل لأمنياتي كوني، ربي قل لأمنياتي كوني، فإذا كنت أنت معي لا أحتاج لأحد سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. راجعه لكم فيديو جديد وروتين جديد كله نشاط وتشجيع وطاقه ايجابيه. اول حاجه كده عملت لهم صينيه كده رز بلبن في الفرن علشان يفطروا، تغيير عن الفول والطعميه والحاجات التانية. نعمل كده صينيه يعني رز بلبن عملته عادي، حطيته كده في الصينيه، حطيت على الوش كده شويه قشطه، لو مفيش قشطه ممكن تحطوا قطع من الزبده، ولو عايزين ترشوا عليه مكسرات يبقى حلو برضو جدا، وبدخلها الفرن تاخد اللون ده. بس كده نعمل طبعا الفطار. قمت كنت هعمل اكل يعني. طبعا لقيت الخلاط شكله مش حلو خالص، وفي حاجات كده ملزقه فيه وناشفه، يعني ما حتى لما جيت انضفه بفوطه وما لقيتوش بينضف معايا بسهوله. بس فجبت شويه اوكسي كده مسحوق من الاوكسي اللي هو البودر، وحطيت عليه شويه صابون سايل، وحطيت عليه كمان غطا كده من الكلور، وهحط عليه شويه ديتول وكمان شويه خل. وهبدأ كده، عندي فرشة صغننة كان ليها ايد بس اتكسرت، بس برضو هستعملها. هبدأ كده الاول ابل الخلاط، يعني نبلله كده من الخلاط عشان الحاجات الناشفة دي تبوش وتطلع معانا بسهولة. طبعا هنمسك الخلاط ده ننضفه تنظيفه حلوة جدا عشان يبقى نضيف. الادوات بتاعتك او الاجهزة بتاعتك تهتمي بيها هتعيش معاكي زي ما قلت لكم قبل كده، فنهتم بيها طبعا. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي عندي في القناه لو لسه مش مشتركين، وتفعلي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بقدمه. طبعا همسك الخلاط كده اغسله غسله نظيفه. هبدا بالفرشه كده، بس زي ما تقولوا بنسقسقه كده ميه من الخلطه اللي احنا عاملينها، علشان الحاجات دي مثلا عصير ممكن تخلطي عصير او حاجه بتنقط. الشفشق بيبقى مليان بينقط شويه على الخلاط، فالحاجات دي بتنشف وتلزق وبيبقى صعب ان انت تنضفيها بفوطه مبلوله كده على السريع يعني. لا طبعا الخل والديتول والحاجات اللي بتعقم دي بننضفه كده ونعقمه ونخليه زي الفل. المشكله مش في الخلاط يعني بينضف معانا بسهوله وتنظيفه سهل وبسيط. عايزه اقول لكم يعني انا والله العظيم مش عارفه، انا كنت مكسوفه اصلا انزل لكم الفيديو ده. ليه؟ لاني لقيت في الشفشق الخلاط انا بغسله وانضفه واخليه زي الفل من جوه، من بره بقى كنت متضايقه مش عارفه بيتفك ازاي ولا هو بيتفك اصلا. يعني الخلاط ده يعني حد جابه لنا كان عليه عروض وكده، فجبت الخلاط ده نوع مونوليكس، فطبعا مش عارف ان هو بيتفك ويتركب، كان يعني جايبه لنا متركب من مكان تاني. المهم ما كنتش عارف ان هو بيتفك ويتركب. بغسل الشفشق من بره كان مصفر كده ومش عاجبني، من جوه يعني من جوه نضيف ونضيفه زي الفل ومفيهوش اي شوائب او اي حاجه. بس من بره عايزه اغسله، مثلا جربت فرشه سنان، جربت اغسله بفرشه، جربت اغسله بكذا طريقه، برضو في حاجات كده مسوده مش عايزه تنضف، لغايه ما دخلت كده على النت قلت اسال اشوف هو بيتفك ازاي الشفشق بتاع الخلاط علشان انضفه. طبعا شفت طريقه كده وقلت افك وفكيته يعني. لقيت لكم يعني اتصدمت، والله العظيم اتصدمت، بقيت ايه ده؟ معقوله؟ يعني انا بحب انضف ويمكن القريبين مني بيعرفوا ان انا يعني محسوكه شويه في حته النظافه دي. معقوله الخلاط يبقى بالشكل ده؟ طب انا صبرت، طب انا ما كنتش اعرف والله ان هو بيتفك. فبصراحه زعلت جدا جدا، يعني من ايه ده؟ ايه اللي يعني ايه اللي خلاني اسيب الخلاط؟ طب ليه ما فكرتش من زمان ان انا افك شفشق الخلاط كده واغسله؟ هو اي نعم كده نضيف من جوه زي الفل، وبغسله بالليفه وبغسله ساعات بالسلكه من جوه ولمعه واخليه نضيف، بس من بره ما كنتش عارفه انضف الصفار اللي فيه والحاجات، يعني لونه مصفر كده ومش عارفه بينضف ازاي. طبعا انا مسكت الخلاط اللي هو الخلاط كله ده، نضفته كده زي ما انتم شايفين كده من فوق ومن تحت
وحتى السلك والفيشه بتاعته نضفتها كده وعقمتها وخليته زي الفل وبيلمع، وهتشوفوه في الاخر معايا. بس مشكلتي كانت يعني صدمتي كانت بصراحه في الشفشق. يعني اول ما شفت كميه الحاجات الاتساخات اللي فيه ما كنتش مصدقه، يعني ازاي اوصل او الخلاط بتاعي يوصل للطريقه دي. بس هو طبعا زي ما قلت لكم كان من بره، يعني الاتساخات دي كانت من بره. والله ما كنت عارفه انضفه ازاي. انا كنت بنضفه بالفرشه، مثلا لو فرشه سنان، شوف فرشه سنان كده تبقى مخصصاها، او فرشه رفيعه كده. يعني انا ساعات بجيب فرشه الدهانات، فرشه دهانات زي اللي انا نضفتها بيها معاكم قبل كده المروحه، بنضف بيها الحاجات الضيقه اللي انا ما بعرفش اوصل لها. بس يعني بينضف، يعني بينضف، بس في الحاجات اللي هي البتاع اللي بتربط على شاشة الخلاط دي ما فكتهاش من ساعة ما جبت الخلاط. ولما فكيتها بصراحة اتصدمت صدمة عمري، ان ايه ده، الخلاط بتاعي يوصل للمرحلة دي. فزعلت جدا جدا من نفسي بصراحة. وكنت يعني مترددة انزل لكم الفيديو، بس عشان يعني قلت لا لازم ينزل الفيديو عشان وتشوفوه، علشان اللي عندها خلاط ومش عارفة تفكه ومضايقها حتة ان الشفشق بتاع الخلاط مش نظيف في شكله كده، فهتنضفه بسهولة جدا. يعني ده انا كنت اكتشفت ان الطريقة بتاعت فكه سهلة جدا. بس يعني هنعيش نتعلم، ويعني نفضل كده نتعلم العمر كله. فكلنا بنفيد بعض، معلومة وفادتني وقلت افيدكم برضو بيها. طبعا انا هنا نضفت الضرفة اللي كان فيها الخلاط والهاند بلندر بتاعت الشوك والمعالق والحاجات دي. ابني كان جايبها لي، حتى جايبها لي نفس لون المطبخ. فما حطيتش فيها حاجة بصراحة، مش بحب احط المعالق غير في الدرج. قلت اركنها كده لغاية ما نشوف احنا هنتعامل معاها ازاي او هنحط فيها ايه. شايفين الصدمة بقى؟ من حق اتصدم ومن حق يعني انا والله مكسوفة ان انا اوريكم الخلاط بالمنظر ده. بقيت مش عارفة مترددة، يعني اوريكم، بس قلت عشان نفيد بعض برضو. اول ما فكيت الجزء بتاع الخلاط، الجزء بتاع الشفشق بتاع الخلاط، لقيت لكم المنظر ده. طبعا هو نضيف من جوه. الحاجات دي كلها من الربط البتاع المربوطة بتاعت الشفشق من بره. بس فضلت كده اغسل فيها بالسبونج كده والصابون. طبعا استعنت سلكة المواعين الناعمة وسلكة المواعين الخشنة. فضلت اغسل في شفشق الخلاط لغاية ما نضفته وخليته زي الفل. طبعا شايفين المنظر؟ والله العظيم انا يعني ما كنتش مصدقة. طبعا ده شكل شفشق الخلاط. هو نضف خالص وبقى زي الفل، بس زي ما تقول ساب لون كده عليه مصفر شوية بسيط خالص. بس يعني ده اخره، يعني ده اخره في النظافة. طبعا وطريقة تقفيله وربطه سهلة جدا. والله انا ما كنتش اعرف ان هو بيتقفل بالطريقة دي وسهل جدا. حتى وانا بفك شفشق الخلاط كنت خايفة افكه ومعرفش اربطه تاني. بس فطبعا لا، لازم نتعلم ولازم ما تقلقيش، جربي واسألي وشوفي، وكلنا بنفيد بعض. طبعا خليت شفشق الخلاط نضيف وبقى نضيف زي الفل زي ما انتم شايفين كده. كنت في الاول مش عارفه اركب البتاعه دي، هي خبطه كده عليها وبتركب وتبقى زي الفل. شايفين الشفشق؟ يا رب تكونوا شفتوه قبل كده معايا مش عارفه ما صورتش قبل وبعد. بس كده خلصت الخلاط. وطبعا عملت اكل كده في السريع، كنت متبله الفرخه دي. هو بصراحه سلقتها، يعني كنت هشويها وبعد كده قلت لا عشان اطبخ عليها طبيخ. لي فتره كده عماله اشوي الفراخ وما بعملش عليها طبيخ. فعملت الوكا اللي هي الصعيدي بتاعتنا دي زي ما انتوا عارفين. انا عملتها قبل كده معاكم، وعملت فاصوليا وعملت شوربه خضار. والفراخ بتاعتنا حمرتها في الفرن كده، دهنتها شويه صلصه كده وحطيتها في الفرن تتحمر. وعملت رز واحده وواحده. وده كان الغدا بتاعنا او العشاء، عشان احنا بنتغدى، يعني بنتغدى ونتعشى، احنا بنفطر متاخر شويه. وطبعا ده يعتبر عشاء، غدا وعشاء. بس كده. ده كان فيديو بسيط كده، حبيت افيدكم بموضوع الخلاط ده عشان اللي عندها خلاط ومتضايقه من شكله انه مصفر كده من بره، تجرب وتفك الشفشق بتاعه وتغسله وتنضفه ويبقى معاها زي الفل. وطبعا ده غدا بسيط كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وفيديوهات تكون بسيطه كده وخفيفه على قلبكم. زي ما انتم شايفين كان الاكل بتاعنا ده اكل بسيط كده وخفيف. وفي نهايه الفيديو اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.